انا جاي يا عمي علشان اطلب ايد الوقورة بنتك. اني واحدة، الكبيرة ولا الصغيرة؟ لا ما هو اكيد مش هتجوز اللي في تانية ابتدائي يعني. يبقى عايز ايد الكبيرة. انا كنت متأكد ان اليوم ده هيجي لا محالة. في ايه يا عمي؟ انت شايفني المسيح؟ مش عليك، انا بتكلم على العروسة بنتي. مالها يا عمي بنت حضرتك؟ هي معايا في الشغل وكويسة يعني. بيني وبينك هي عاملة قايمة لمواصفات العريس بتاعها وانت مش قدها. حاسس ان انا اتهنت سيكا. مش على المنظر يا ابني، دي عاملة اختبارات قدرات. قدرات ايه ولا مؤاخذة ايه يا عمي؟ عيب تقولي الكلام ده يعني. انت فهمت ايه؟ بص، لما تقعد معاها هتفهم، بس انا بحذرك خدها من قصرها واتكل على الله. لا يا عمي بنت حضرتك انا بحبها وهتجوزها. يلا انت اللي جبته لنفسك. ازيك يا انسة ندى؟ زي كل يوم. ايه الجديد؟ ايه الاحراج ده على الصبح؟ تمام طبعا. انت عارفة انا جاي هنا ليه؟ بابا قال لي ادخل في الموضوع على طول. موضوع ايه اللي ادخل فيه؟ امال انا هنا ليه؟ ها موافقة بيا ولا ايه؟ بص، انا هعمل لك اختبارات قدرات ولو نجحت فيها تمام انا موافقة. مع اني مش مستريح للحوار ده بس اختبريني. ها اجيب ورقة وقلم؟ لا يا ظريف، الاختبار شفوي. السؤال الاول، عايز تتجوز ليه؟ نعم. هو ايه اللي نعم؟ عايز تتجوز ليه؟ لا مش محضر اجابة بصراحة، او محضرها وما ينفعش اقولها. يعني اول سؤال غلط. لا استني حيلك، واحدة واحدة. عندي اجابة، عايزة اتجوز عشان الانجاب، وان ما جابش هو حر. مش موضوعنا. السؤال التاني، هختبر دلوقتي ذكائك. ما بلاش، افتكري اني قلتلك بلاش. انت مش واثق من نفسك ولا بربع جنيه. السؤال التاني، اين يوجد البحر الميت؟ ايه ده؟ وانا هتجوز خريطة العالم؟ وده ايه علاقته بالجواز؟ لا يا عيوني، انا مش هقبل اتجوز واحد مش مثقف. جاوب، اين البحر الميت؟ فيه. نعم يا كبدي. الفتحة على روحه بقى. ولا اخر سؤال، مين صاحب الهرم خوفو؟ والهرم خافرع. اسمع انهم صحاب من ايام ما كانت مرات ابو الهول حامل في الهول لسه. انت ضايع بجد، صدقني انت ضايع. بس بتكسف. انصح منك. ما قلنا بس بقى كده هتغرف نفسي. اخر سؤال. لسه مصممة برضو؟ اسمع وانت ساكت. السؤال، من هو المناضل القائل الجملة المشهورة مفيش فايدة؟ بصي انا فاكر اسمه، هو يا اما سعد زغلول يا اما سعد الصغير، مش عارف. مالك بتبرقيلي كده ليه يا بنتي؟ والله لو اعرف ان هروح منسى اربح المليون كنت هذاكر قبل ما اجي. اخر سؤال علشان نشوف هنعمل ايه معاك، وده سؤال تافه جدا. السؤال بيقول، في اي دولة توجد الاهرامات؟ ايه التفاهة دي؟ توجد الاهرامات في الجيزة، معروفة. ايوه، في انهي دولة بقى؟ عيدي السؤال تاني كده معلش. في انهي دولة توجد الاهرامات؟ طيب والله لحظة بس، انت مدياني اسئلة اكبر من سني. انت غبي يا ابني. ابتديت اشك في الحكاية دي فعلا. طيب هسهلها لك، انت عايش فين؟ في بيتنا. ما هو اكيد في بيتكم، بس قصدي في دولة ايه؟ في دولة الهرم والنيل والصحبة والمواويل. ايوه، انهي واحدة بقى؟ ايوه عرفتها، مصر. لا 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 لا. ماشي بس ايه دخلها بالاهرامات؟ يا بابا حد يشيل ده من هنا. يا بنتي اهدي بس، انا بهزر والله. قول والله. عيب عليكي، طبعا الاهرامات في مصر. ده انا جدي كان الملك الاول، ما تعرفوش ولا ايه؟ لا والله ما جاتش مناسبة. ازاي؟ ده مشهور جدا. طيب اقولك ايه، عارفة الفنان خالد عتريس؟ لا والله معرفوش. ولا انا، علشان مفيش حد بالاسم ده اصلا. انت خفيف قوي على فكرة. لا ده انا علشان بعمل دايت بس الايام دي. طيب ايه، موافقة ولا ايه؟ بص، انا مع تحليل شخصيتك. تحليلك كفانا الشر، انت تعبانة ولا حاجة؟
عندي مرض اسمه الغباء. ربنا يشفيك يا رب، ده مرض صعب قوي. مع تحليل لشخصيتك عرفت انك انسان طيب وكويس. والله طلعت انسان اهو، انسان جنتلمان.